ورك شوب الاو دي في اتش ار باسبورت هنتكلم فيها مع بعض، وهنشتغل بايدينا في خلال 25 ساعه. هنتكلم فيها على كل مراحل الاو دي، بتبدا منين وبتنتهي منين. هنفهم مع بعض يعني ايه استراتيجيك مانجمنت، وازاي الاداره بتحدد الاستراتيجيه بتاعتها، ازاي تقدر تبني الاوبجيكتيف بتاعتها او الاهداف بتاعتها للفترات اللي جايه، وازاي تقدر تعمل الفيجن والميشن، ازاي تقدر تعمل البيستل اناليسيس، السوات اناليسيس، التوز اناليسيس، وكمان تعمل حاجه اسمها البورترز 5 فورسز، وتعرف وضعها عامل ازاي جوه الماركت. هي شركه كبيره في ماركت كبير، ولا هي شركه صغيره في ماركت كبير، ولا وضعها عامل ازاي. وبناء عليه تبتدي تشوف الاستراتيجيه اللي هتبني عليها الفتره اللي جايه. هل هي هتكمل في نفس الماركت؟ هل هي هتفتح ماركت جديد؟ هل هي هتطلع برودكتس جديده؟ ولا هتعمل حاجه مختلفه خالص غير اللي هي بتشتغل عليها؟ كل ده هنمر عليه مع بعض ورك شوب، هنمشي عليها واحده واحده. هناخد شركتين من الشركات اللي موجودين معانا في الورك شوب، ونبتدي نعمل لهم اعاده هيكله بشكل تعالى. بعد ما نعمل كل الحاجات دي هنبتدي نشوف ازاي نبني الانتيتي بتاعه الشركه. انتيتي يعني بنتكلم على الفيجن والميشن والجول الكبير اللي الشركه عايز توصل له، ونفهم الجول ده بيتحقق ازاي عن طريق السمارت اوبجكتيفز، وازاي نقدر نعمله بشكل واضح ونقدر نطلع منه الكي بي ايز بتاعته. ونبتدي نحدد ايه هي البروسيس اللي هتمشي جوه الشركه، عن طريق ان احنا نعرف ايه هي الادارات اللي لازم تكون موجوده جوه الشركه، ونعمل حاجه اسمها الفاليو تشين، ونشوف فيها ايه هي الادارات الرئيسيه. الاوبريشنال هتبقى عامله ازاي، السبورتيف فانكشن هتبقى عامله ازاي، والمين فانكشن هتبقى عامله ازاي. كل ده هنتكلم فيه مع بعض وهنعمله سوا. بعد كده نبتدي نشوف الجوب ديسكريبشن بتاعت كل الوظائف اللي هتبقى موجوده جوه الادارات دي عامله ازاي. الجوب ديسكريبشن بقى بالجوب سبيسيفيكيشن والكي اس اي والكومبتنسي والورك انفايرمنت، وكل حاجه ليها علاقه بالمواصفات بتاعه الشخص اللي هيجي يشتغل جوه الشركه، والمهام الوظيفيه اللي هيجي يشتغل عليه. هنبني مع بعض كمان البروسيس او الاكتيفيتي اللي جوه الشركه، خطوات تنفيذ كل الاجراءات اللي موجوده جوه الشركه هتبقى عامله ازاي، عشان نعمل حاجه اسمها البروسيجرز او نعمل الورك فلو. الستبس بتاعه الشغل هتبقى عامله ازاي، اللي كمان نقدر من خلالها نطلع الجوب ديسكريبشن والعلاقات ما بين الموظفين او الوظائف الموجوده جوه الشركه بشكل واضح ومفهوم وعملي وتطبيقي. هنبني مع بعض كمان الهيكل التنظيمي بتاع الشركه او الاورجنايزيشن تشارت، ونشوف هنختار انهي واحد من الهياكل الكتير جدا اللي موجوده في الشركه، ولا هنصمم واحد مناسب للشركه، وازاي نقدر نصممه، وايه هي المعايير اللي لازم نبص عليها، والتشين اوف كوماند والسبان اوف كنترول، وكمان السنتراليزيشن والديسنتراليزيشن. هنتكلم على كل حاجه ليها علاقه بالهيكل التنظيمي ونعمله مع بعض عشان نبقى شغالين بشكل واقعي. طبعا مش هنقدر نشتغل غير لما نبقى عارفين المان باور بلاننج او الاتش ار بلاننج بتاع الشركه قد ايه محتاجين كم موظف في كل اداره، وده طبعا هيتم لما نفهم يعني ايه مان باور بلاننج، ترند اناليسيز وريشيو اناليسيز والورك لود. وهنشتغل مع بعض كمان الورك لود بشكل عملي مع بعض. وطبعا ما تنساش ان احنا موجودين واحنا بنعمل الجوب اناليسيز هنطلع الكي بي ايز او المعايير بتاعه تقييم اداء الموظفين من خلال الجوب ديسكريبشن، ودي اللي هنبقى موجوده في مرحله التقييمات فيما بعد. وبما اننا موجودين جوه الاو دي، فما ينفعش ما نبقاش شغالين على السكسيشن بلاننج، خطه التعاقب، او مين هيبقى موجود مكان مين لو الوظيفه دي او الوظائف الحيويه الكي بوزيشنز اللي في الشركه فضيت، مين البديل المناسب، وازاي نقدر نجهز البديل ده، ودوري ايه كودي في تجهيز البلان اللي تخلي الشركه لو حد من الوظائف المهمه دي ما بقاش موجود لسبب اخر، الدنيا ما تعطلش والدنيا تفضل ماشيه شغاله، لان انت مخطط صح. حدث ولا حرج، هنتكلم على الكومبتنسي، وهنتكلم على الكور كومبتنسي والفانكشنال والمانجيريال كومبتنسي، وهنفهم يعني ايه كومبتنسي وبتيجي منين، وازاي نعمل الكومبتنسي موديل للشركه، وازاي نقدر نحدد لكل وظيفه الكومبتنسيز بتاعتها، ولكل اداره ولكل قسم ولكل تخصص، عشان في النهايه نطلع حاجه اسمها الكومبتنسي فريم ورك او الكومبتنسي موديل للشركه، يكون مطابق للوضع اللي انت شغال بيه، مش مجرد بناخد كوبي وبيست من اي حاجه ونشتغل عليها وخلاص. اكيد الشركه من غير بوليسي وبروسيجرز مش هيبقى الموضوع سهل، فهنتعلم مع بعض كمان ازاي نعمل بوليسي بروسيجرز، نعمل سياسه بناء على ايه محتويات السياسه، ليه بنعملها، ايه الاجراءات او الخطوات اللي بتمشي جوه السياسات او البوليسيز اللي موجوده جوه الشركه، عشان تبقى كل حاجه ماشيه مع الورك فلو اللي احنا حددناه في مراحل سابقه. لازم نتكلم على التشينج مانجمنت، وهي ازاي نتعامل مع التشينج اللي موجود جوه الشركه. التشينج ده ممكن يكون في الاستراتيجي، التشينج في الاداره، التشينج في السيستم اللي احنا شغالين بيه، التشينج في اي حاجه احنا بنشتغل عليها، ايه هي مراحل التشينج وازاي اتعامل جوه كل مرحله. كل ده هيتعمل في 25 ساعه، هيتعمل بشكل عملي تطبيقي. هنتقسم مجموعتين او ثلاثه على حسب العدد اللي موجود في الورك شوب، وهنبتدي ناخد شركتين من اللي موجودين نعمل لها ريستراكشر ونعمل لها
شغل الاو دي كامل فروم سكراتش، ونعمل برزنتيشن لطيفه تخلينا نقف قدام اي حد ونقول احنا بنشتغل او دي بشكل كويس جدا. هنقدر نعمل اعاده هيكله لاي شركه، هنقدر نسطب اي مكان لو هو حتى ما فيهوش ونقدر نبنيه فروم سكراتش. كل ده هنتعلمه سوا بشكل عملي. هناخد شهاده معتمده من HRCI. انا محمود علي، بزنس كونسلتنت وترينر، وهبقى موجود معاكم في الورك شوب دي نتعلم كل حاجه بايدينا. واوعى تفوت الفرصه انك تبقى موجود معانا وتتعلم يعني ايه ودي بجد.